السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. النهاردة على قناة شرح مختصر هقدم لكم معلومة جديدة ومفيدة. النهاردة هتكلم عن المعهد الفرنسي في مصر، بيشجع على تعلم اللغة الفرنسية وتحديد المستوى وأخذ شهادة منه معتمدة، بحيث ان هو يبقى مفيد. يعني تعالوا نشوف كده ايه خدمات المعهد الفرنسي لنا. طيب، معهد الفرنسي طبعا احنا عارفين فروعه. المعهد الفرنسي في المنيرة، في اسكندرية، في مصر الجديدة، في الشيخ زايد، في القاهرة الجديدة. تمام. طيب، دورات اللغة مثلا الفرنسية في المنيرة زي ما احنا شايفين حضراتكم، بيبقوا كاتبين رقم وبتتواصلوا معاه. تعلم اللغة الفرنسية مهمة جدا بفضل أساليب تدريس مبتكرة، يعني مش حاجة. بيقدموا دورات كل مستوى، بيبقى 40 ساعة تدريسية. طبعا الدورة ممتدة من أسبوع، كل مدة منها ساعتين. جانب طبعا دورات تعلم اللغة الفرنسية التقليدية برضو زي المحادثة والترجمة وتقييم مهارات المتعلم في آخر الدورة. طيب تعالوا نشوف كده الدورات المتاحة للكبار، زي ما A1 من مستوى A1 مستوى B2. تطلب كل مستوى زي ما احنا شايفين للكبار. السعر 3000 جنيه. بتبتدي تسجيل 3 سبتمبر 5 مساء، والدورة من زي ما احنا شايفين المواعيد قدامنا. ولو عاملين برضو عرض انه لو دفع مبكرا بيبقى 2700. وزي ما احنا شايفين كده، اي استفسار اي حاجة بيردوا عليهم من خلال ميل. طبعا التواصل بتاعتهم زي ما احنا شايفين حضراتكم، ميل او تليفون. طيب، ورش العمل، في ورشة محادثة صوتيات برضو، وفي زي ما احنا بنشوف كده يعني بيبقى فيه فورم طبعا بنقدم فيه التسجيل زي ما احنا شايفين حضراتكم كده، بس هو بياخد وقت في التحميل. هو بيحمل الصراحة. طيب تمام. المهم يعني بيبقى فيه ورش محادثات وصوتيات. وطبعا الكبار في دورات لغة فرنسية عن بعد، يعني ممكن مش شرط ان انت تحضر في الموقع المعهد، ممكن تحضر اونلاين زي ما احنا شايفين كده. دورات للكبار 2700. تسجيل مقر المعهد، ممكن دفع كرة محاضرتين في الساعتين، ونهاية الدورة 19 نوفمبر. ادخل على المنصة دي، هي دي المنصة بتسجل عليها وتدفع الدورة عبر الانترنت كده، يبقى انت سجلت في الدورة اونلاين عن بعد. دي برضو حاجة كويسة. في ورش عمل بقى للصغار، نادي الصغيرين برايم بالمنيرة، مسرح واغاني وقصص مصورة وانشطة. تعالوا نشوف كده عاملين ايه للصغيرين وبتبتدي من سن كام. طبعا بيبتدي من سن 12 سنة 15 سنة، من 9 ل 13 يوليو. ده حاجة قديمة، بس ايه لازم برضو التسجيل عليها اونلاين. طيب تمام. دي تواريخ قديمة، اكيد في تواريخ جديدة يعني. طيب تمام. زي ما احنا شايفين حضراتكم كده، هما بيعلنوا كل شوية عن دورات للكبار وللصغار. في مواعيد جديدة، وهي مواعيد برضو جديدة اهي. 10/10 تبتدي دورات الصغار من 5 سنوات، فترة الصيف ممتدة من 10 أكتوبر ل9 يناير 25. وطبعا دي
لازم تسجل فيها. وطبعا دي يعتبر كورس دورة اللغة الفرنسية عامة. طبعا يمكن ان احنا 100% عبر الانترنت نتعلم اللغة الفرنسية زي ما احنا شايفين حضراتكم من خلال سمارت فون او تابلت او كمبيوتر. وهنا برضو يمكنك الاطلاع على دورات الكبار ودورات الصغيرين زي ما احنا شايفين حضراتكم. هو بيحاول يترجم الحاجات دي للغة الفرنسية. طب ايه كمان طبعا نقدر نستفيد منه من معهد دورات اللغة الفرنسية والشهادات؟ طبعا كاتب اسامي دورات اللغة الفرنسية في المعهد عن بعد، ورش العمل ودورات تحضيرية ودبلومة التريفا ودبلومة الايفيل ودورات المهنيين والشركات زي ما احنا شايفين حضراتكم. دورات الصغيرين اللغة الفرنسية عن بعد ودورات اللغة الفرنسية في المعهد. وفي طبعا نبذة عن الشهادات اللي بتتاخد من المكان، شهادة الدلف والدلف والتي اس في اف والتي اي اف. نتائج طبعا الاختبارات. نتائج الاختبارات طبعا لما حد بياخد شهادة بيتم معرفة مثلا نتيجة الاختبار عن طريق الموقع زي ما احنا شايفين حضراتكم كده، والتواصل مع المكتب المركزي للامتحانات. بيبقوا كاتبين هنا مثلا الامتحانات مثلا B2 مثلا، بيبقى نازل النتيجة يعني بتاعته. طيب تمام. برضو ممكن نستفيد منه دورات اللغة العربية. ممكن تم تدريس اللغة العربية كلغة أجنبية واكتساب قسم تدريس اللغة العربية المعاصرة والدورات الممتدة السنوية ونصف السنوية، ودورات صيفية مكثفة ودورات. تعالوا نشوف كده الدورات الصيفية المكثفة. تعلم اللغة العربية في قسم تدريس اللغة العربية المعاصرة. طبعا بيعملوا جدول شهري، بس ده طبعا بتاريخ قديم، بس بنبتدي نشوف هما عاملين دورات للغة العربية الفصحى والعامية عشان يبتدوا يعلموا الأشخاص وتحضيرهم لاختبارات اللغة العربية. طبعا تحميل الرسوم وفي مواعيد وفي جدول زمني وتحميل استمارة وتحميل استمارة التسجيل وهكذا. تمام. طيب كمان نقدر نستفيد منه؟ الدراسة في التعاون المصري الفرنسي والتعاون الجامعي في الدراسة في فرنسا، السفر لفرنسا اللي هو كامبوس فرانس مصر، تمويل دراستكم في فرنسا، وفي شبكة قدامى خريجي الجامعات الفرنسية. طبعا أكيد هيبقى مفيدة. المدارس المعتمدة اللي بتقدم البرنامج الفرنسي، والشركات الجامعية والشهادات الفرنسية في مصر. نشوف كده المدارس المعتمدة: مدارس ليسيه الحرية، مدارس ليسيه سواء بفروع معادي باب اللوق، مدارس دكتور نرمين اسماعيل فرنسية. دي المدارس اللي موجودة زي ما احنا شايفين حضراتكم. دي اللي بتدعم اللغة الفرنسية. وفي المنح ودعوات تقديم المشروعات برضو، لو في منح بيقدموها، منح في مرحلة الدكتوراه ودرجة الماجستير والشراكات العلمية. تقديم زي ما احنا شايفين حضراتكم هنا بيقدموا على منح، مثلا برنامج طه حسين، الترجمة الخاصة بمركز القومي للكتاب في فرنسا، وهكذا. ونشوف ايه اللي مناسب ليه.
تمام. طيب المكتبات طبعا، مكتبات بقت رقمية مثلا، في المتحف الرقمي وكتالوج المكتبات. هنشوف ايه المكتبات الرقمية. ممكن نقدر نطلع على الكتب من خلال تصفح على كتالوج المكتبات من منزل. الظاهر في عطل في طيب تمام، نرجع تاني، يعني شكلها مش بتحمل. ايه كمان نقدر نبص عليه؟ مكتبات رقمية، مكتبة المنيرة بتقدم تصميم لمكتب، مساحة للقراءة، مساحة جديدة للأطفال والشباب لما يستحيلوا يقرأوا كتب فرنسية زي ما احنا شايفين حضراتكم. وده نبص على كده تقريبا في إصلاح في الموقع، بس هنا في في إصلاح في الموقع تمام، بس في مواعيد ليهم، وفي مكتبة هناك بيقدروا يستعيروا. أسعار واشتراكات ب350 جنيه، ودي أسعار الاشتراكات في موقع المكتبة. طبعا لازم مدرسين في المعهد طوال دراستهم فترة دراستهم في المكتبة. ودي مواعيدهم، ودي طريقة التواصل معاهم في مكتبة المعهد الفرنسي. بص تاني في حاجة هنا، شوفنا كل حاجة. طبعا المتحف الرقمي ده انا برضو عايزة يعني هو طبعا يعتبر زي يستضيف مشروعات، زي مشروعات. هو معرض افتراضي للفنون الجميلة والعمارة والثقافة. ممكن يزور لوحات من خلال المتحف الرقمي او المتحف. يعني فكرة جديدة برضو، بس بالنسبة لي يعني المعهد الفرنسي يعملها، يعني حاجة اسمها المتحف الرقمي. دي احد مشاريع وزارة الثقافة، بيبقى فيها زي متحف زي قصر فرساي، متحف اللوفر، ومتحف القومي بيكاسو، متحف جاك شيراك. فهو يعني حاطط المتاحف دي على الكمبيوتر بحيث ان هي الزائر يبص عليها ويتفرج عليها. ده اللي مكتوب قدامي زي ما شايفين حضراتكم. هو معرض افتراضي بنتفرج عليه عن طريق الكمبيوتر او مقتطعات فيديو. زي ما احنا شايفين حضراتكم، احنا يعني قدمنا كل ما يخص المعهد الفرنسي بيقدم ايه استفادة. طبعا في تعريف ليهم، كمان وظائف وأسئلة مكررة. يعني الأسئلة المكررة دي دايما مفيدة، لأنه أي حد عايز يعرف أي معلومة عن المكتبة أو عن العمل في المعهد الفرنسي أو المطاعم أو الدورات أو المكان أو العنوان أو المنح أو شهادة الدلف أو الدلف أو TCF. يعني الشهادات دي طبعا بيعرفوها لنا، بيشرحوها لنا، بحيث ان كل واحد يعرف هو عايز يعمل ايه. طبعا سايبين ارقامهم تليفوناتهم للتواصل.
وشكرا جزيلا لاستماعكم لفيديو النهاردة اللي هو معهد فرنسي في مصر. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش سبسكرايب وشير ولايك ودمتم في خير.